هعمل لك رز بلبن النهارده باللوز. طعمه هيخليكي تقولي ده احلى من بتاع المحلات كمان. لو بتحبي الرز بلبن كريمي زي القشطه وبش لوز فحم، يبقى الفيديو ده معمول ليك. النهارده هعمل لكم من الاخر احلى رز بلبن باللوز، ناعم وكريمي ومش بيعجن ولا بيهبط. استنوا بس لاخر الفيديو، هتشوفوا رز بلبن معمول زي بتاع افخم المحلات الحلوين. السر في رز بلبن مظبوط، مش سايح ولا تقيل. دقيقة واحدة وهقول لكم على السر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعضينا وصفة حلوة وسهلة بس طعمها فخم جدا. رز بلبن باللوز، ناعم زي الحرير وكريمي وبوش لوز يفتح النفس، والأهم إنه مش بيعجن ولا يكلكع. يلا بينا نبدأ، بس ما تروحش بعيد عشان في آخر الفيديو هقول لكم سر يخليه يطلع زي المحلات بالظبط. بس يا ريت نتابع الفيديو للآخر، ما تنسوش تعملوا لي إعجاب ومشاركة لكل أصحابكم وحبايب. نسمي الله ونبدأ مع بعضين. جيب كوباية رز، انا معايراها كوبايه واحده بس هنشتغل بيها النهارده في الرز بلبن بتاعنا. بص بقى، هنغسلها غسله كويسه جدا، نسيبها كده تحت الميه شويه حلوين. دي اهم مرحله لان الرز لازم يتغسل كويس وتبقى الميه صافيه كده عشان يطلع نضيف ومش معج. وفي حله بقى كده على النار، دي اهم مرحله. نحط الرز بتاعنا، كوبايه الرز المغسوله، وننزل عليها بلتر ميه. الرز لو اتعمل غلط الرز بلبن كله هيبوظ. لازم الرز نغسله كويس ونحطه يغلي كده على النار، ونقيد بقى عليه النار ونسلقه نص سلقة كده. مش عايزينه يستوي على الآخر عشان لما ندخل اللبن يفضل حلو متماسك. نوطش عليه كده ونسيبه يستوي. شوفوا بقى بعد ما استوى نص السلقة بتاعتنا جميل ازاي. شايفين الرز بدأ يستوي بس لسه ماسك نفسه، ده المطلوب بالظبط. في ناس كتير بتغلط وتسيبه يستوي زيادة، وساعتها بيطلع الرز بلبن زي العجينة ومش حلو. لكن كده بس الرز بتاعنا حباية بحبايتها، وفي نفس الوقت نزلت النشا منه وخدت اللي أنا عاوزاه، سويته زي ما أنا عاوزاه. هنزل عليه بقى بكوباية سكر كده جميلة تحليه. أنا بحب أحليه كده في الأول، وأقلبه بقى تقليبة حلوة كده وأنا غالية على النار 2 كيلو لبن. بعد ما السكر احس انه داب بقى واقلبه ويغلي غلوه كده مع الرز، هبدأ بقى انزل باللبن بتاعنا. بص بقى، وغلي غلوه حلوه اهو. بص بقى دلوقتي بقى هنبدأ السحر الحقيقي، اللبن. ننزل بقى بيه كده. اللبن لازم يكون سخن، ما نسيبوش يبرد. دي نقطة مهمة جدا عشان الرز ما يتكتلش معانا. شايفين الجمال بتاعنا؟ وهنا بقى الريحة هتبدأ تطلع، ريحة اللبن مع الرز تحفة بجد. شايفين؟ هنسيبه بقى يغلي غلوة كده، ونفضل نقلب على نار هادية عشان يطلع كريمي، عشان ما يكلكعش معانا. نتنينا متابعينه بالتقليب. بص بقى، احنا هنسيبه بقى يغلي كده غلوة، ونبدأ بقى نعمل المكون الأساسي، السحر بتاعنا اللي هيخلي الرز بلبن يروح في حتة تانية. بص بقى، دي معلقتين لبن، اللبن البودر بتاعنا، ومعلقتين كريم شانتيه بتاعنا. ده جميل بقى، بيخلي الرز بلبن بتاعنا جميل. ومعلقتين نشا طبعا. هننزل بقى بكوباية مية، وننزل عليهم بمعلقتين النشا ومعلقتين الكريمة ومعلقتين اللبن بودر. ده بقى المكون ده بيخلي الرز بتاعنا
جميل وكريمي وطعمه جميل زي بتاع المحلات بالظبط. الكريم شانتيه مع اللبن البودر بيخليه طعمه جميل ويخليه حكاية بجد، بيودي الطعم بتاعه في حتة تانية خالص، بيخلي طعمه كده خرافي. بس بقى نقلب كويس قوي عشان ما يكلكعش معانا، ان المكونات البودرة دي كلها بتكلكع معانا، لازم نقلبها كويس عشان نتأكد ان كلها دابت مفيش فيها اي تكتلات. بص انا عمالة اقلب جامد عشان ما يكتلش معانا، عشان اما اجي انزل بيه على الرز يبقى جميل كده، واما اجي برضه انزل بيه على الرز لازم اقلبه تاني. ارجع بقى للرز بتاعنا كده نبص عليه، يا سلام يا سلام، بصوا شايفين القوام بدأ يتقل معانا واحدة واحدة، والله ريحته تفتح النفس. انا بحب الرز بلبن يكون ناعم وملمسه كريمي كده، ما بحبوش بقى ولا سايح ولا ناشف، بحبه مظبوط، عايزينه مظبوط زي بتاع المحلات بالظبط، عايزين القوام بتاعه كده مظبوط 100%. بصوا بقى نقلب كده تقليبة حلوة، شايفين القوام بتاعنا بدأ يتقل وجميل ازاي. هبدأ بقى اقلب الخليط بتاعنا، اللبن البودر مع الكريمة مع معلقتين النشا، اقلبهم تاني عشان لو تماسكوا مع بعض كده، اقلبهم تاني وابدأ بقى اقلب حلو كده كويس عشان النشا ما يكلكعش، لازم اقلب بسرعة كده. شايفين القوام بدأ يتقل كده والريحة بتاعته بقى يا سلام، يا سلام على الريحة بجد. ولو عندك بقى مستكة، لو حطيتي واحدة كده في اللحظة دي هتودي الرز بلبن بتاعك في حتة تانية، تحطي حباية صغيرة خالص هتديكي طعم المحلات بالظبط، بتخلي الريحة بتاعتها جميلة والطعم جميل. ان المستكة انتوا عارفين المستكة بتعمل ايه في اي اكل لينا، بتخلي ريحته جميلة كده. بقى الرز بتاعنا جاهز على الغرف، شايفين القوام بتاعه والريحة بتاعته تجنن، بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى الرز بلبن بتاعنا جميل ازاي. نبدأ بقى نغرفه كده واحدة واحدة بالراحة، ونخلي بالنا عشان ما يتلسعش لأنه سخون قوي. الرز بلبن لازم يتغرف، يا دوبك نطفي عليه ونغرف على طول، عشان لما يجي يختم في الأطباق بيختمش معانا في الحلة طبعا. قبل ما يمسك نغرفه على طول. نبدأ بقى نغرفه كده في أطباق التقديم اللي هنقدم فيها. بصوا بقى على القوام، ده اللي بيسموه بقى رز بلبن مظبوط. دلوقتي بقى زي ما وعدتكم سر الرز بلبن زي المحلات. أول حاجة الرز نص سلقة، اللبن يكون سخن، السكر نحطه بالمظبوط ونسويه على نار هادية وتقليب هادي، هتطلعي أحلى رز بلبن في حياتك، بجد ريحته جميلة روعة، وطعمه طبعا تحفة وناعم بقى وكريمي. وهزوقهولكوا كده دلوقتي تزويقة، خلي الطبق كده منوكي، وأخليلكوا طبق الرز بتاعنا طبق ملكي كده جميل. بص بسم الله ما شاء الله الرز بتاعنا جميل ازاي، الرز بلبن بتاعنا بجد حكاية، بجد شكله جميل وطعمه أجمل وأجمل. بصوا بقى كده رز بلبن مش عادي، رز بلبن فخم بجد. وهنزينه بقى ازاي وبايه؟ هنزينه بقى باللوز المحمص. هنجيب كده اللوز بتاعنا
ونحمصه تحميصة خفيفة، أو نجيبه لو احنا جايبينه متحمص من بره خلاص، مش متحمص نحمصه تحميصة خفيفة على النار عشان يدي قرمشة جميلة مع الرز بتاعنا. نحط كده عليه 3 حبات كده، نزينهم بشكل جميل، ما نكترش عشان لو كترنا بيبقى شكل الطبق زحمة ومش حلو. بصوا انا حطيت بس 3 بس كده. بصوا خلى الطبق شكله عامل ازاي، بجد طبق رز بلبن فخم من الآخر، ملوكي بجد. ولو بتحب القرفة ممكن ترشي رشة قرفة بسيطة كده لو بتحبوها، لكن احنا عندنا ولادي مش بيحبوا القرفة على الرز بلبن خالص، فعشان كده ما حطيتش. لكن انت لو عندكم في البيت بيحبوا القرفة، رشة خفيفة كده في مصفة اليانسون بتاعتنا الصغيرة دي، وبنحط القرفة فيها ورشها رشة خفيفة على وش الطبق، تخلي شكله جميل وبتدي طعم جميل قوي على فكرة. القرفة مع الرز بلبن مميزة جدا. جربوه بقى وقولوا لي رأيكم، وايه اكتر حاجة بتحبوها، ايه اكتر حاجة بتحبوا تزودوها على الرز بلبن، مكسرات ولا قشطة ولا زبيب؟ ايه المكسرات اللي بتحبوها عليه؟ قولوا لي في التعليقات طبعا. بصوا الشكل بتاعه جميل ازاي، بجد بسم الله ما شاء الله، رز بلبن فخم من الاخر. وبكده بقى نكون خلصنا فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميله اللي بتفرح. لو لسه اول مره تشوفوا قناتي اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. استنونا ان شاء الله في وصفات تانية كتيره سهله وبسيطه ومميزه. دمتم بخير وبحفظ من الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.